حاجة غريبة تمييز بتاع بلاك. الشعبية للفرقة الوطنية للفنون الشعبية، وكما نعرف نقولوا الفرقة الوطنية للفنون الشعبية هي فرقة عريقة قديمة متنوعة عصر. أنا متأكدة أن الجمهور باش يعمل مع العرض هذا، خاطر القصرين محتاجة ظلنا تعيشوا اليوم بالستريس خاصة كذلك الطقس كان حار اليوم، حار ياسر. نحاولوا باش نفرحوا مع الجمهور ديالنا وإن شاء الله ننجحوا دعوة. سيدي مرحبا بنا، مش مرحبا بكم. احنا نتسمعوا في دار في قصرين في مهرجان سليوم القصرين. قدمنا عرض من الفرقه الوطنيه للفنون الشعبيه، عرض متكامل ما بين يمثل تونس من شمالها الى جنوبها في لوحات فنيه واستعراضيه كلها فولكلوريه. اكيد التقاليد بتاعنا التونسيه متنوعه، لذلك معنا ركزنا على الجنوب اكثر باش نوريهم اللي احنا نجموا في كتونس العاصمه قدمنا لهم حاجات لوحات اللي تعود معنا للجنوب بتاعنا، كما الصحراء، كما الفلاحه، كما الجوجو. هذوما الحاجات اللي معروفين هنا في القصرين وفي بصفه عامه في بالنسبه للعرض نتاع اليوم نتاع فرقه الفنون الشعبيه، عرض جميل يعني متعنا، شفنا التراث نتاعنا، التقاليد نتاعنا من خلال العروض اللي قدموها لنا. يعني عرض رغم نقص في الجمهور اللي كانوا حابين يكون اكثر مع المسرح هكا باش تكون معناها يكون كيفاش اقرب على المجموعه الشعبيه وباش يكون العرض اكثر ناجح، فهمتني؟ حابين يكون اكثر جمهور، للاسف ما جاش. كما تشوفوا عندنا مهرجان اليوم الدولي، كما نلاحظوا غياب الامن بصفه كلها. في القصرين عالمي وحضور باهي ومتاع جماهير موجوده، غياب امني شوي مش موجود. الدليل اللي هو البلاد الحمد لله يا ربي، حال البلاد اللي هي في خير ونعم بالحق. حتى من غير امن تعدى مهرجان باهي، راه من غير فوضى من غير حتى حاجه، والقصرين راهي شيء كبير وعالمي. كان الحفل هادئا جدا، وطبعا مع حضور قليل من الجماهير لكن يعتبر طيب بالنهايه. الحفل هذه الفقره الثانيه كانت رائعه، جسدت لوحات من تراثنا التونسي، وغياب الامن لم يؤثر كثيرا. اليوم الثاني لمهرجان سليوم الدولي دخلوا عرض الفرقة الوطنية للفنون الشعبية. الفرقة هذه فرقة عريقة، افتتحت كرتاج، افتتحت عديد المهرجانات الدولية والوطنية مثل تونس خارج أرض الوطن وداخلها. عرض مدعوم من وزارة الثقافة، من العروض القلائل اللي نالت رضا هيئة وجمعية مهرجان سليوم الدولي بالقصرين. عرض بما أنه مدعوم من الوزارة حبت الهيئة كونه يكون مجانا، أبواب مفتوحة للعموم. الحضور بالطبيعة كان متوسط العدد نظرا لكونه فترة هذه تتزامن مع حفلات والأعراس الخاصة.
الأمور التنظيمية جيدة. الإخلال الوحيد أو الخلل الوحيد اللي لاحظناه الليلة هو انسحاب كلي وغياب للحماية المدنية وقوات الأمن الداخلي. هذا باش نشوفوه مع السلطات المختصة علاش الغياب هذايا وشنو السبب.